الكاف يفاجئ الأهلي بخطاب عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن إرسال خطاب رسمي إلى النادي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي. ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم 2024-2025 في لقاء يسعى خلال الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه في موقف قوي قبل لقاء الإياب. وتقام المباراة يوم الثلاثاء 1/4/2025 في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي، حيث يطمح الأهلي إلى مواصلة تفوقه على الهلال السوداني في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين. وأوضح المصدر المسؤول في تصريحاته إعلاميا أن الكاف قد بلغ الأهلي بحق الهلال في الحصول على 5% من إجمالي تذاكر المباراة، وذلك وفقا للسعة الرسمية التي سيحصل عليها النادي الأهلي لضمان حضور جماهير الهلال ومساندة فريقهم في المواجهة المرتقبة. وسبق أن التقي الأهلي والهلال في 12 مرة رسميا نجح خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز 5 مرات مقابل 4 تعادلات، بينما فاز الفريق السوداني في 3 مواجهات فقط. وعلى مستوى الأهداف يتفوق الأهلي بفارق بسيط، حيث سجل لاعبوه 10 أهداف مقابل 7 أهداف للهلال. ويأمل الأهلي في مواصلة هيمنته على مواجهات الفريقين وحسم مباراة الذهاب لصالحه لتسهيل مهمته في لقاء الإياب في إطار سعيه للدفاع عن اللقب الأفريقي. يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، حيث فاز الهلال في لقاء الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، بينما رد الأهلي بقوة في لقاء الإياب على استاد القاهرة محققا انتصار كبير بثلاثية نظيفة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش صلي على النبي، اللايك الجميل، الاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة عيد الفطر أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات إن شاء الله.